سوية. هذه هي سنة 2022 خلصت بأحداثها المليحة والماشي مليحة كامل. فاتت علينا بحاجات ملاح وحاجات ماشي ملاح، لكن المهم بالك خسرنا فيها حاجات بزاف وربحنا فيها حاجات بزاف. خسرنا ناس وربحنا تاني ناس بزاف. المهم حبيت نشارك معكم حاجة صغيرة تعلمتها، أو بالك الفائدة اللي خرجت منها أنا من 2022. كيما أنا بالك وكيما بزاف ناس حطينا كيما نقولوا احنا أهداف لسنة 2022 في البداية تاعها. كاين منا اللي حققهم وكاين اللي ما حققهمش. دوك نهضر على هذا الحاجة إن شاء الله من بعد. لكن كيما قلت لكم أنا إنسان نحب نكتب نوتس، بالك ميش تبان في الكاميرا، مي دوك نقول لكم واش راه مكتوب فيها. كيما راني قاعد دوكا في البيرو تاعي، راه كاين بالك فايته 20 ولا 30 نوت راهي معلقه هكذا مبعثره في المكتب. فيا كتبت هدف اللي متعلق باليوتيوب في سنة 2022 وش راني حاب نوصل في سنة 2022. كتبت بلي راني حاب نوصل ل50,000 مشترك. بالك ما وصلت لهاش، هي صح بالك ما وصلت حتى النص ولا الربع ولا العشر كامل. مي والله راني فرحان كيما قلت لكم لاني خرجت فائدة. هنا كتبت 50,000 مشترك وكتبت معها 100 فيديو. يعني بمعنى آخر باش نوصل 50,000 مشترك لازم على الأقل ندير 100 فيديو. أنا ما وصلش ل50,000 مشترك وتان ما درتش 100 فيديو. عليها راني كيما نقول احنا ما رانيش أبسات، ما رانيش مستاء لأني ما وصلتش لهذا العدد من المشتركين، لأني أنا ما درتش 100 فيديو. أنا في ذاك الوقت كتبتها كيما نقول احنا هكذا برك، يعني جات صدفة. ماشي يعني قلت أنا باش نوصل 50,000 مشترك لازم ندير 100 فيديو. مي مع الوقت قعدت نشوف فيها هكا، وكي صراحة ما وصلتش ل50,000 مشترك هذه قعدت نقول علاش. وانا راهي مكتوبة تاني 100 فيديو. وش حبيت نوصل لكم الفكرة انه اغلبنا احنا والاغلب الناس كي نكتبوا وش رانا حابين نديروا ولا رانا حابين نوصلوا نكتبوا غير الاهداف. مثلا نكتبوا كيما انا 50,000 مشترك، مي انا كتبتها معها باش نوصل، مي ما لقيت لهاش بال كيفاش. انا لو درت لو انا صنعت او حطيت 100 فيديو في اليوتيوب في القناة تاع اليوتيوب تاعي، بالك كنت نوصل ل20 ولا 30,000 مشترك. بالك احتمال ما رانيش راح نوصل 50,000 مشترك، مي بالك نوصل 20 30. يعني كي تلقى روحك درت 50% ولا وصلت ل 50% من الهدف تاعك ينقص شوية الإحساس الماشي مليح هذاك. المهم فاوش حبيت نقول لكم ولا وش حبيت نمد نصيحة لخوتي اللي تعلمتها أنا ما نكتبوش غير الأهداف، نكتبو تاني الحاجات اللي راحين يخليونا نوصلوا لهذوك الأهداف. مثلا راك حاب تحسن من الخدمة اللي راك فيها، عود قول بالك نتعلم مهارات جديدة، نتعلم مهارة الفلانية، ندير الحاجة الفلانية باش نوصل لهذاك الهدف. احنا اغلبنا نكتبوا غير الاهداف، ما نكتبوش الحاجات اللي لازم علينا نديروهم احنا باش نوصلوا لهذوك الاهداف. حاجة تانية تعلمتها ولا خرجت بها من هذه السنة انه لازم علينا نوليو نلوموا انفسنا مهما كانت النتائج. يعني نبداو بنفسنا. كاين ديما مو صح نكونوا احنا ما عندنا حتى دخل في النتائج هذوك، مي لازم تلوم نفسك. كيما انا ما وصلتش ل50,000 مشترك ما نقولش باللي بالك ما على باليش انا ماكش عندي زهر، ولا نبدا نقول هذوك الافكار ولا الخزعبلات اللي يجيونا كامل باش نرضيو رواحنا وباش ما نحسوش باللي احنا كنا السبب. دائما نقول باللي انا هو السبب الاول حتى لو ما كنتش انت سبب. علاش؟ لانه انت كي تقول باللي انا هو السبب راح تحاول تغير. فهمت كيف ماش؟
اما كي تقول بلي نو صارت هذيك الحاجه بيسك فلان ولا بيسك ظروف الفلانيه ولا، انا ما نكذبش، انا بالك انا كانوا عندي ظروف بزاف وكانوا عندي حاجات بزاف ماشي ملاح صراو في حياتي اللي ما خلاونيش ندير 100 فيديو هادو. مي في الاخير لمت روحي قلت بلي بالك صح، انا ما تحكمتش في الظروف هادوك ولا ما كنتش متوقعهم ولا ما كنتش اصلا حابهم يجيو. مي كان عندي كما نقولوا احنا بالك مقدار صغير، ولا كنت قادر نغير. صح هي صعيبة مي كنت قادر نغير. فالإنسان كيلو محاله ولا يحط نفسه هو المسؤول الأول عن النتائج اللي صراولو، راح يتغيروا حاجات بزاف. المهم أنا شخصيا 2022 حسيتها كانت سنة تحضيرية، يعني تقريبا للكاركتر ولا للشخصية اللي لازم نكون، اللي لازم تكون عندي بسنة 2023 باش نوصل للحاجات اللي راني حاب نديرهم. فالإنسان ما يأسش. أنا واحد من الناس كنت متفائل بزاف في سنة 2022، ما نقولش أنه زعما هذه الحاجة ماشي مليحة كي ما وصلتش الحاجات اللي راني حابهم، لا بالعكس. بالك أغلبنا كنا شوية متفائلين في سنة 2022، لأنه سنة 2020 يعني النصف تاعها، يعني سنة ونص تقريبا عقبت كامل يعني وباء وبقينا في الدار وأغلبنا يعني تغاضينا عن الأهداف ونسيناهم. هذوك الأهداف اللي كنا حابين نديروهم، بالك ناس بزاف تقلقوا ولا حسوا بإحساس ماشي مليح لأنه ما كانوش قادرين يديروا وش راهم حابين في هذيك السنة ونص. أنا واحد منهم. لكن سنة 2022 كما قلت لكم أنا اعتبرتها ولا وش استخلصت منها في النهاية أنها كانت سنة تحضيرية، علمتنا حاجات بزاف، غيرت منا. إن شاء الله تكونوا استفدتوا تومتان منها. وكما قلت لكم السنة اللي فاتت اعتبروا مام هذه السنة سنة تحقيق الأحلام. الإنسان لازم يسعى، لازم يكون عنده حاجة يسعى عليها. هذه الهضرة ماشي غير لكم انتم، أنا ديما نذكر بها روحي أنه الإنسان لازم تكون عنده حاجة يسعى عليها مهما كانت الظروف. وحاجة ثانية حبيت نقولها لكم، أنه دايما أنا شخصيا ماشي عيب يعني تدير فاصلة. يعني وش المعنى بفاصلة؟ أنه كاين دي مومو وين تكون تمر بالك ولا تسعى وتجتهد وتتعب وبعدها يعني تفشل، خاصة كي ما تشوفش نتائج. هذا هو المشكل، انه كاين حاجات تدي وقت بزاف باش تتحقق، واحنا بالك نحسوا بحاجة ماشي مليحة هذيك كي ما نوصلوش ولا كي ما نشوفوش النتائج. فالإنسان نورمال وحاجة عادية نديروا فاصلة، تدي فاصلة تستراح، بالك تدي سمانة، تدي مهم شحال تدي، المهم تستراح باش تعاود تلملم الشتات تاعك، تعاود تلملم القوة ولا تعاود تلملم الطاقة اللي كانت عندك هذيك، وتعاود تبدأ، ماشي تبدأ تكمل من وين حبست. أنا لاحظت أنه أغلب الناس ولا أغلبنا، أنا واحد منهم، في بلاصة ما نديرو فاصلة كنا نديرو نقطة. يعني بار اكزامبل تبدا انت حاجة تسعى بعد تقول هي خلاص انا بالك موش مقدر لي داك الشيء ولا ماشي لازم نوصل، ولا بالك انا مانيش من الناس اللي كانوا مكتب لهم يوصلوا لديك الحاجة، وبعدها تفشل، بعدها تحبس. وبالك انت كنت كملت غير سمانة ولا يومين كنت قادر توصل، مين انت الله غالب حبست في اخر الطريق، بالك ماشي حتى في نص الطريق. هذه هي وش حبيت نشارك مع خوتي، وحطوها ديما نصيحة ولا ديما أنا الحاجة هذه اللي ديما تموتيفيني، أنه أي إنسان يسعى راح يوصل، ما كاش كيفاش أنه تسعى ما توصلش. يعني مسألة وقت برك، بالك تدي منك عام، عامين، 3، كل حاجة عندها وقت، وكل حاجة ربي راح يعطيك ذيك الحاجة في الوقت المناسب ليك. بالك أغلبنا نقارنوا رواحنا بناس آخرين عليها، نحسوا بالنقص ونحسوا باللي رانا بالك ما نستاهلوش دوك الحاجات. مي
لا، يعني ربي راح يخير الوقت المثالي كما نقولوا احنا باش يعطيك ذيك الحاجة. حبيت نشارك معاكم كما نقولوا احنا الاحاسيس والمشاعر وكامل الافكار اللي حسيت بهم في اخر هذه السنة وبالك في هذه السنة. يعني هذه هي، ما تنساوش دونوا الاهداف تاع سنة 2023. انا بالك نحي 2 هذه ونحط في باسطها 3 لانه الاهداف هذا ما زلت ما وصلتش ليهم وما رانيش مستاء كما قلت لكم، بالعكس راني بزاف فرحان لانه تعلمت حاجات بزاف اللي راح يخليوني نوصل لهذه وبالك نفوتها ان شاء الله. المهم نتمنى هذا الفيديو خفيف ظريف يكون عجبكم. ما تنساوش تسعوا وتحققوا احلامكم. نتمنى ان شاء الله بالك نتلاقاو في وقت اخر ولا في مكان اخر ونشاركوا بعضنا النجاحات، ولا كل واحد يكون وصل. اي انسان كان بدا حاجة اليوم ولا بداها سمانة اللي فات ولا بداها قبل عام يكون وصل. وحاجة حبيت ثاني نزيدها خفيفة برك، انه ديما فكر ان الوقت المناسب هو هذاك اليوم. يعني ايماجيني انت ولا انا مثلا نقول لو كان بديت اليوتيوب قبل 2 عام ولا قبل 3 سنين، لو كان راني دوكا وصلت لوين راني حاب. وبما اني انا بديت نفكر تاني نقول لو كان ما بديتش، لانه انا كي بديت كانوا عندي الافكار هذوك تاع باش نبدا لازم يكون عندي كدا، لازم نكون كدا، لازم نكون في واحد البلاصه، لازم نكون كدا، نحطوا واحد العوائق وحواجز لانفسنا باش ما نبداوش. المهم انت دايما انسى هذوك الحواجز، ابدا بوش عندك، ابدا باي حاجه عندك. وكما قلت لك تفكر قول لو كان انت بديت هذه الحاجه اللي راك حابها قبل عام مثلا، برك قبل غير عام، وين راح تكون وصلت؟ بالك يجيك هذاك الفضول اللي راح يخليك تبدا. هذه هي ان شاء الله. جميع واحد راه يشوف هذا الفيديو يبدا الحاجه اللي راه حابها، وما كانش حاجه مليحه في الدنيا قد انسان عنده هدف راه حاب يوصل ليه وراه يسعى على جالو باش يوصل ليه. هذه هي. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، نتمنى تكونوا تخلويتوا في هذا العام اللي فات علينا، ونتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديوهات اللي صنعتهم. والله غير كانوا عندي افكار بزاف ودرت حاجات بزاف ويعني ما توفقتش فيهم، لكن الحمد لله اي حاجه تجي من عند ربي خير. هذه هي النهايه تاع سنه 2022. ان شاء الله السنه تاع 2023 تكون احسن، وبين قوسين ان شاء الله احنا اللي نكونوا احسن باش نحققوا الحاجات اللي رانا حابينهم. لانه السنه هي مش حتتغير، هي برك وقت يعني مده جديده، ولا كما نقولوا احنا نحاولوا مره اخرى. هذه هي. انا راني متفائل من سنه 2023. ان شاء الله نتوما تكونوا متفائلين. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي كما العاده، كما ديما نقول لكم تهلاو لي في رواحكم، ستي تون، ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. يا بيس، نحبكم في الله.